حتى جماجم المناضلين الجزائريين لم يسلم من محاولات السيطرة على النفوذ بين فرنسا والجزائر. الدولة الجزائرية تفشل حتى اللحظة من استعادة بعض التراث الجزائري، وهذا ما ينذر بأزمة جديدة بين باريس والجزائر العاصمة. في ذلك الوقت تحديدا محاولات أيضا لإزاحة إبراهيم غالي من الصورة في مخيمات تندوف والسيطرة على الوضع. أزمة جديدة، فرنسا ترفض تسليم أجداد الجزائريين لتبون قربالة في مخيمات تندوف. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المغترب. ما يلبث النظام الجزائري أن يخرج من أزمة فيصيبه أزمة جديدة، وهذه المرة من قبل الحليف الموثوق في السراء والضراء كما يقول عبد المجيد تبون عن النظام الفرنسي. فرنسا الحليف ترفض أن تسلم الدولة الجزائرية جماجم المناضلين الجزائريين، وهذا الأمر الذي يعتبر طامة كبرى بالنسبة للنظام الجزائري الذي يتغنى بأنه قادر على هذا الملف وملف الذاكرة السياسية الذي لم يحل حتى اللحظة. اليوم تجدد فرنسا عهد الخلاف مع الدولة الجزائرية، وهذا الشيء اللي راح نشوفه بحلقة اليوم، ومن ثم نلاحظ ونتابع أنا وأنتم أعزائي المشاهدين بأم العين ما الذي يجري في مخيمات تندوف وما الذي يدور هناك بعد أن فقد إبراهيم غالي السيطرة كليا على هذه المخيمات. هذا الشيء اللي راح نشوفه بحلقة اليوم أعزائي المشاهدين. ولكن كالعادة قبل ما نكمل الحلقة يا ريتنا من لايك وشير للفيديو ومفعل زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد، وبتمنى منكم أعزائي تشوفوا صفحتي اليوتيوب والفيسبوك حتى نستمر بنشر الأخبار عن المملكة المغربية، وتحطوا لايك ومشاركة لحتى نوصل للجميع من محبي المملكة والغيورين على ترابها الوطني. أعزائي المشاهدين، بعد أزمة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي وموضوع تهريبها عن طريق تونس إلى الدولة الفرنسية، كان هنالك عدة تحركات من طرف الدولة الجزائرية انتهت بأنها سحبت السفير الجزائري في فرنسا للتشاور، ومن ثم أعادته دون أي مبرر أو اعتذار حتى من طرف الدولة الفرنسية. بعد ذلك كان هنالك تصريحات من طرف عبد المجيد تبون يقول فيها أن فرنسا حليف موثوق، سنحل الأمور ونحاول أن نصل إلى بر أمان على الأقل في العلاقة بين البلدين. لنفاجأ جميعا بأن الدولة الفرنسية لم تكن تخطط لإعادة جماجم المناضلين الجزائريين، وهذا الأمر لم يكن على قائمة أعمال إيمانويل ماكرون حتى ولو قالت ذلك الدولة الجزائرية. يكشف نائب فرنسي اليوم أعزائي المشاهدين أن السلطات الفرنسية رفضت عرض قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة 80 منهم، وذلك لحساسية هذا الملف. النائب الفرنسي كارلوس مارتينيز بيلونغو يقول، وهو صاحب مقترح القانون، لصحيفة الشروق الجزائرية أن وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك قررت استرجاع تسيير ملف الجماجم الموجودة في متحف الإنسان بباريس، وعينت لذلك لجنة وطنية من أجل تحديد هوية أصحاب الجماجم، لا سيما الجزائرية منها، في مرحلة أولى قبل نهاية السنة الجارية، من أجل أن تتفرغ في النهاية لعملية تحديد هوية أصحاب بقية الجماجم التي يبلغ عددها 18 ألف جمجمة. أوضح النائب هنا صديق المشاهد أن وزيرة الثقافة أكدت أنها ستنظر وتنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية من أجل الفصل النهائي في الملف الذي يعد من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية حسب الصحيفة. منذ قرابة العام تقريبا أصدقائي المشاهدين، اقترح نواب فرنسيين في الجامعة الوطنية سن قانون جديد يتيح بمجرد دخوله حيز تطبيق التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين في المتاحف الفرنسية في ظرف أقصاه شهر واحد على الأكثر. ولكن جلسة مناقشة المشروع تأجلت بسبب تصرفات عنصرية ضد صاحب المقترح، وهو النائب اليساري من أصول أفريقية كارلوس مارتينيز، أثناء جلسة عامة للبرلمان من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، وجه له عبارات عنصرية. أنا متأكد أنكم رأيتم الفيديو أعزائي المشاهدين على وسائل التواصل. وعوقب النائب اليميني بحرمانه من دخول البرلمان لمدة 15 يوما. حمل هذا المقترح المقدم للجمعية الوطنية الفرنسية المؤرخ في 2 نوفمبر 2022 عنوان مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جمائم جزائرية من طرف فرنسا. جاء فيه 3 مواد فقط. نصت الأولى على أنه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز تطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية من قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية 13 المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني لا تبقى جزءا من هذا المحفوظات. في
المادة الثانية أشارت أن السلطات الإدارية تمنح الاعتبار من تاريخ نفسه، أي دخول القانون حيز تطبيق، مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر من أجل تسليم هذه الجماجم إلى سلطات الجمهورية الجزائرية. أما المادة الثالثة فورد فيها أن الجماجم 24 التي تم إعادتها إلى الجمهورية الجزائرية تعتبر أنها عادت بشكل نهائي إلى هذا البلد. طبعا بشكل عام أصدقائي، ولكي لا نطيل الحديث في هذا الموضوع، جاءت في مبررات هذا المشروع أن هنالك ضرورة لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم إلى الجزائر من أجل تمكين الأخيرة أي الدولة الجزائرية من دفن هذه الجماجم بكرامة في أرض أصحابها الأصلية. ولا يشرف فرنسا المعروفة عالميا بدفاعها عن حقوق الإنسان حرمانها للجماجم من نهاية كريمة وهي الدفن، كما أن تاريخ فرنسا لا يقبل بمراحل سوداء في ماضيها التاريخي كما تقول الصحيفة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى في 23 أبريل الجاري مكالمة هاتفية من ماكرون حدد فيها الجانبان موعدا جديدا لزيارة تبون لباريس في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، ولكن تم التأجيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى أجل غير مسمى أبدا. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني يمكن أن نلخص الموضوع ونقول أن ما يحدث اليوم بين الجانبين أو بين الحكومتين هو شد وجذب، ولا يوجد بر يرسو عليه أي من الطرفين، لأنه لو كان الأمور ببساطة ما يطرحه عبد المجيد تبون كان يمكن بكل بساطة إعادة هذه الجماجم التي تعود للجزائريين طبعا، وعدم الالتفات لهذا الموضوع الذي لا يعتبر بالأهمية التي يحسبها البعض، والتوجه في العلاقة إلى آفاق جديدة. ولكن حتى اللحظة يبدو أن الحكومة الجزائرية لا تمسك بزمام الأمور تماما مع الدولة الفرنسية، خصوصا مع عدة خروقات حدثت وتحدث وستحدث في المستقبل بين البلدين. ننتهي قليلا أعزائي المشاهدين من قضية الجماجم التي ستعود إن شاء الله كما نتمنى أن يستطيع عبد المجيد تبون أن يعيدها للدولة الجزائرية، ونلتفت قليلا إلى ما يحدث في جنوب الجزائر في مخيمات تندوف. حالة من عدم الاستقرار الأمني تشهدها هذه المخيمات بدأت بشب حريق في محطة للوقود وفقا لتقرير صادر عن منتدى دعم الحكم الذاتي في المخيمات فورسايتن. طبعا يشار إلى أن ميليشيات البوليزاريو حاولت ترويج فكرة أن الحريق كان حادثا، ولكن جميع الأدلة تشير إلى أنه بداية لانفلات أمني خطير. أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الحقوقي أعزائي المشاهدين أنه سواء كانت الرواية الأولى أي حادثا عفوا طبعا أو الثانية صحيحة، فإن المحطة تعرضت للسرقة والحريق عمدا. الكاميرات وصندوق التسجيل الخاص بالكاميرا لم يتم العثور عليهما، وهو ما يشير إلى أن المشتبه بهم في إشعال النيران قاموا بسرقتهما وإخفائهما لتجنب الكشف عن هوياتهم. أرجعت مصادر محلية طبعا أيضا أعزائي المشاهدين الواقع لعملية سرقة للمحطة وتلاها إضرام للنيران فيها للتمويه وإخفاء معالم السرقة، خاصة وأن الباب الخلفي وجد مكسورا، وهذا ما يقوي احتمالية سرقة المحطة. وأيضا كاميرا المراقبة وصندوق التسجيل لم يتم العثور عليهما، وهذا ما يوحي أن إضرام النار كان خشية ألا يحترق فينكشف أمره بشكل عام. وسط تكتم للجبهة الانفصالية بسبب الخوف من القلق المتنامي بالمنطقة من الانفلات الأمني الذي باتت تعيشه مخيمات تندوف ويقض مضاجع المحاصرين فيها في ظل تعرض العديد منهم لعمليات نهب وسرقة يومية، حاول مسؤولين من الجبهة منذ بداية تعميم رواية أن الحادث كان تماس كهربائي ليس إلا، وطلب من أصحاب المحطة تأكيد نفس الرواية، ولكن كشف مرة أخرى كذب الجهات المسؤولة في مخيمات تندوف أي البوليزاريو، وتم التأكيد أن الحريق لم يكن حادثا بالمرة، وإنما هو بداية لانفلات أمني رهيب يكلل بالسرقات وايضا الاعتراضات التي تحصل يوميا. لهون اعزائي تكون خلصت حلقه اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وعلى امل لقاء حلقات جديده. كان معكم المغترب، دمتم بامان الله وحفظه، والى اللقاء.